وحوش مخيفة، مخلوقات عجيبة، ثروات وكنوز مخفية، أراضٍ خربة وأخرى مهجورة، كلها أمور تندرج تحت مسمى المجهول. وقد أثارت بروعتها وغموضها أشداء أرادوا أن يكتشفوا خباياها، وأطلق الناس عليهم القناصين. أيحاول جون اليوم أيضا اصطياد الوحش؟ حاضر يا معلمي، حاضر. أجل، بدأ محاولاته لاصطياد وحش البحيرة منذ أسبوع. سمعت أنك وعدته بأن يذهب لخوض اختبار الصيادين إن نجح. هنا حاول قبله 5 رجال معا وأخفقوا، فكيف سينجح طفل وحده في ذلك؟ هذه حيلة من السيد ميتو كي لا يذهب إلى الاختبار. ولكن أذكر أن والده كان في مثل عمره عندما استطاع الصيادة. ذاك والده يا صديقي. حقا إنه صياد فتى مذعن، لقد استطاع اصطياد الوحش. تعالي وانظري يا ميتو. خالتي انظري، استطعت اصطياد وحش البحيرة، وبهذا ستسمحين لي دخول الاختبار، صحيح؟ ها؟ سأذهب إلى البيت كي أعد نفسي. من شابه أباه فما ظلم. اصطاد جين وحش البحيرة عندما كان في مثل عمر ابنه، وبعدها لم يستطع أحد فعل ذلك. وها هو ذا جون يعيد التاريخ ويبدأ طريقه على طريقة والده. إن بريق عيني هذا الصبي كبريق عيني والده. لم يعد لدينا أي حق في الوقوف في طريق حلمه. أأنت جاد يا جون؟ أحضرك إلي والدك عندما كنت صغيرا وتركك وحيدا من أجل عمله في الصيد. أعلم هذا. لقد فضل عمل الصيد عليك يا جون، وهذا مذهل. لا شك أنه عمل سام حتى دفع أبي للتخلي عما يحب. بل هو عمل غاية في الخطورة، وقد تصاب بالأذى وربما تفقد حياتك بسببه. أتدرك هذا؟ ليس تماما، ولكن ما أعلمه هو أني أريد أن أغدو صيادا وأعمل العمل الذي أحبه والدي. حسنا، إذن افعل ما تشاء. سأجتاز اختبار الصيادين
وسأنجح بعدها. سأبحث عن والدي. ولكن عليك أن تعدني بشيء، وهو أن تعود بخير. أجل، أعدك بهذا. وعد الحر دين، فالتزم وعدك ولا تحنث به مهما حدث. لا تخلفه أبدا يا جول. لا تخلف به يا جول. خالتي، شكرا جول. شكرا لك. أراك بخير يا خالتي. ثقي بي. أعدكم سأعود أفضل صياد في الدنيا، وبعد أن أعثر على والدي سأعود وأحدثكم عن مغامراتي. قال أفضل صياد في العالم قال. يستهين هذا الطفل بالأمر. يتقدم في كل عام مئات الألوف من الرجال الأشداء إلى اختبار الصيادين، لكن الذين يقبلون فيه قلائل. فلا تتفوه بما هو أكبر منك، فهمت؟ إن لم تحسن من نفسك فلن تصير بحارا في حياتك يا كاتسو. هذا ليس وقت النوم يا كاسول. لا تتقاعسوا. ألم تسمع ما قلت؟ حاضر. أنت ألم تسمع ما قلت؟ احمل الصندوق. حاضر يا سيدي. انتظر. شكرا لك. العاصفة قاتمة. كيف عرفت ذلك يا فتاة؟ انظر، من حركة النوارس. ماذا؟ وأضف أيضا تتجه نحونا عاصفة كبيرة. صدقني، أدرك ذلك من الرائحة. ذلك الفتى إنها نظراته. أيعقل أنه سيدي، لن تحتمل الأشعة أكثر. دعنا ننزلها الآن. إلى هنا بدأت الأمور تصير ممتعة منذ اللحظة. هيا استعدوا، سنشق هذه الموجة. الآن سنحلق. كانت موجة مقبول ارتفاعها. أنت تسلم الدفة. حاضر سيدي. أعضاء فريقي كلهم ضعفاء، وهذا يزعجني جدا. هل انهار الجميع؟ يا للسخرية. لن يتمكنوا من خوض اختبار الصيادين. هناك من هم أضعف من فريقي. تفضل، عشبة طبية.
إن مضغتها فستشعر بتحسن. ماء، أريد الماء. سنحضره لك، انتظر. لم يتأثر. أكل تفاحة أم ليمونة؟ هذا مبشر. يبدو أن هناك من سيخوض اختبار الصيادين السنة. عن إذنك، الماء، أحضرت لك الماء. شكرا لك. هيا اشرب. شكرا لك، لقد ساعدتني يا سيد كاتسو. في البداية أخبروني بأسمائكم من فضلكم. اسمي جون. وأنا أدعى كورابيكا. وأنا ريوريو. أهلا. ولم تريدون أن تصيروا صيادين؟ أنت لا تتدخل فيما لا يعنيك كي لا نزعجك. أجب ولا تتطاول علي. إن والدي صياد أيها الربان. أريد أن أعرف حقيقة الصيد الذي احترفه والدي، وما الذي يميزه، ولذا غادرت جزيرة الحوت. من جزيرة الحوت؟ كما توقعت، إنه ابن جن. وأخيرا أتى يوم خروجه للاختبار. أيها الطفل، لما أجبت عن سؤاله بسهولة؟ لأنه ليس سرا كي أخفيه. أنت فتى صريح لا تعرف الحذر. لا تخبري الغرباء بكل شيء. وأنا أتفق مع ريوريو في رأيه. اسمع يا فتى، أنا أكبر منك، فاحترمني ونادني السيد أو المعلم. إن سؤال الربان بسيط، ويمكن مراوغته بكذبة تافهة جدا. لا تتجاهل ما قلته لك. يقال: الكذب عار وخير القول أصدقه، ولكن إن أخبرتك الحقيقة فعندها سأضطر إلى البوح بسري، وهو سر خاص جدا ولا أرغب في البوح به. إذن لن أجيب عن سؤالك هذا. كف عن تجاهلي. بالمختصر، أنتما ترفضان الإجابة عن سؤالي. حسنا، كاتسو. حاضر يا سيدي. أبلغ هيئة الاختبار أن هذين الاثنين راسبان في أولى مراحل الاختبار. ما الذي تعنيه؟ ألم تدركا الأمر بعد؟ اختبار الصيادين قد بدأ قبل مدة. قد بدأ؟ هناك أعداد كبيرة جدا تتقدم للمراحل الأولى من الاختبار، وليس لدى الهيئة مكان يتسع لهم، ولا موارد ولا وقت لاختبارهم، ولذا توظف أشخاصا مثلنا ممتحنين بامتحان المتقدمين قبل وصولهم. أبلغت الهيئة سابقا أن جميع من على السفينة باستثناء ثلاثتكم قد رسب، ولأنهم انهاروا بسبب موج بسيط لن يتمكنوا من المتابعة في اختبار الصيد الأصعب. المهم، نجاحكما ورسوبكما في هذه المرحلة راجع إلي، وقراري يحدد النتيجة. فكرا جيدا وأجيبا عن السؤال الذي طرحته عليكما. هيا أجيبا. لو أخبرنا بذلك لما كنا رفضنا. أنا الناجي الوحيد من عشيرة كوروتا. قبل 4 سنوات أبادت مجموعة من المجرمين قبيلتي عن بكرة أبيها، وأريد الإمساك بتلك المجموعة، وهي عصابة الشبح. تريد أن تصير ما يلقب بصياد جوائز؟ إن عصابة الشبح ليست عصابة عادية. حتى الصيادون الأقوياء لم يستطيعوا ملاقاتهم. ستموت عبثا إن واجهتهم وحدك. أنا لا أهاب الموت أبدا، ولكن أكثر ما أخافه أن يتلاشى غضبي مع مرور الأيام ويصير ذكرى. هذا ما أخشاه. أنت تسعى للانتقام لا أكثر، ويمكنك فعل ذلك من دون خوض اختبار الصيادين الصعب. ما سأقوله الآن يعرفه حتى الأطفال يا ريوريو. قل السيد ريوريو. إن لم أكن صيادا فسأواجه التالي: أولا، أماكن محظورة، ومعلومات سرية، وأسلحة خاصة أيضا، وأمور لا يستطيع تفكيرك السطحي إدراكها. قل لي، لماذا تريد أن تصير صيادا؟ أرجوك أخبرني. هدفي واحد وبسيط، إنه المال.
إن كنت تملك المال يمكنك الحصول على ما تريد. منزل كبير، سيارة فاخرة، وطعام وشراب. لا يمكنك أن تشتري نفسك بالمال يا ريوريو. إنها المرة الثالثة. رافقني إلى السطح، سأنهي نسل كوروت الوقح الآن. ها؟ اسحب ما قلته يا ريوريو. اسحب ما قلته. نادني السيد ريوريو. أنتما انتظرا، أنا لم أنهي حديثي. لنتركهما الآن. في الماضي قالت لي خالتي ميتو شيئا. في بعض الأحيان يكون الشجار بداية لروابط صداقة كبيرة أو لإنهاء شيء مزيف. أظن أن خلافهما سيكون بداية صداقة طويلة، لهذا أظن من الأفضل تركهما. سيدي، انظر هناك. لن تصمد السفينة لحظة إن علقت بتلك الدوامة الكبيرة. أسرعوا وأنزلوا الأسرعة. حاضر، سأساعدكم بهذا. إذا اتبعني بسرعة. سأتسلم القيادة. سنتجه إلى اليمين. أسرعوا جميعا. تراجع عما قلته واعتذر. إن فعلت فسأسامحك يا ريوريو. اعتذر. أنت من عليه أن يعتذر. هيا خاطبني باحترام، وإلا فسأضطر إلى تأديبك. لا خيار. سيد كاتسو، أرجوكم ساعدوني. سحقا. تماسكا، سنسحبكما. أيها المغفل، لو لم نمسك بقدميك في آخر لحظة لكنت الآن غارقا في عمق البحر مع السمك. أرعبتنا، فتى متهور وطائش. المهم أنكما أمسكتماني. ها؟ فضلتماني على خلافكما ذاك. أجل، أنت محق في ذلك. جون. ها؟ سيد كاتسو، شكرا على إنقاذي، أنا ممتن جدا لك. ليس عليك شكري وحدي فقط، فلولا هذان الاثنان لما نجونا. شكرا جزيلا لكما. العفو، ليس أمرا يذكر. أجل، لا داعي، فالمهم أنك بخير. الحمد لله. أستميحكم عذرا، سأعود إلى عملي الآن. ماذا بك؟ أعتذر مما بدر مني. سامحني رجاء سيد ريوريو. المهم أنك ندمت. سامحتك. نادني ريوريو بلا ألقاب. وأنا آسف أيضا. أنا أتراجع عن كل حرف قلته لك. كنت فظا. لا عليك، لا بأس. أعجبتموني من نواحي كثيرة. حسناً، سأتحمل المسؤولية كاملة وأوصلكم إلى الضفة الثانية حيث أقرب مكان للاختبار. حقا؟ ولا
ولكن ما نتيجة الاختبار؟ ما هذا السؤال؟ أليست الإجابة واضحة مما قلت؟ لقد نجحتم أنتم الثلاثة. وهكذا بدأت رحلة الفتى جون سائرا على خطى والده لكي يصير صيادا.